سلام. وفي إطار المملحة ديال رمضان غادي نحضر معاكم هاد السيجار اللي كيجيو اقتصاديين وساهلين. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. كنحتاج واحد البصلة كبيرة اللي شلطتها، واحد الكورجيط اللي حكيتها في الحكاكة الغليظة، واحد خيزوة اللي حكيتها تاهي في الحكاكة الغليظة، واحد الفلفلة حمراء اللي مقطعة قطع صغير، وفلفلة خضراء، وبعض القطرات من زيت الزيتون، وربع كأس الزيت النباتية. وعندي ايضا جوج فصوص ديال الثوم اللي كنحكهم رقيق، وعندي معلقة صغيرة ديال التحميرة اولا بابريكا، وعندي ايضا نصف معلقة ديال فلفل اسود اللي هو اليبزار، وعندي راس معلقة ديال السوداني حار، وتقريبا معلقة صغيرة عمرة ديال الملح. صافي كنرد الطنجرة ديالي فوق البوطة اللي كتكون مهيلة، كنحركو داكشي وكنغطيو عليه حتى كيبدا يتشحر وكيطلق الماء ديالو. في هاد الاثناء كنجيب الفيرميسيل ديالي، غير جوج ديال القطع كافيين. انا ضفت 3 حيت كنت محتاجاها في حاجه اخرى. كنضيف عليها الماء اللي يكون غليان وكنخليها جانبا. انا كنطلع على الطنجره ديالي، ما ضفتلاش الماء نهائيا. طنجره كطيب غير ديك الخضره كطلق الماء ديالها. ضفت هنا واحد المعلقه كبيره خليط بين القزبر والمعدنوس. غنحس بالخضره ديالي نزلت معايا، غادي نضيف لها الكميه ديال الكفته على حسب المتوفر عندي. هانتوما كتشوفوا كيفاش نزلات معايا الخضره. كنضيف لها ديك الكفته وكنبقى نحركها باش ما طيبش وهي متماسكه. خصني تفرتت ليا ديك الكفته كامله مع ديك الخضره. هنا كان طابت ليا الكفته مع الخضره. دابا كنجوز نصفي ديك الفيرميسيل ديالي وكنشد واحد المقص وكنقطعها حتى كترجع ليا قطع صغيره، كترجع تقريبا بحال الشعريه. من بعد ما قطعتها صافي دابا كنضيفها فوق ديك الحشوه اللي طفيت عليها اللي كانت طايبه معايا. نتوما كتشوفوا صافي دابا نبدا نضيف ديك الفيرميسيل. انا قلت لكم انا ضفت 3، نتوما ضيفوا غير جوج حيت انا الثالثه كنت محتاجاها في حاجه واحده اخرى. كنضيفوها وكنحركو. صافي في هاد الاثناء كنجيب الورقه ديال البسطيله ديالي وكنقطعها على قطع مثلثه. انا قطعتها على 8، يمكن لكم تقطعوها على 4 واذا بغيتو السيجار ديالكم يجي كبير. انا الورقه كانت عندي كبيره بزاف، على هادشي قطعتها على 8 حيت كنبغي السيجار ديالي يجيو صغار شويه، وانتم لكم الاختيار. كنرد الورقه ديالي في البلاستيكه باش ما كتنشفش معايا، وكنخلي غير كميه قليله اللي غادي نخدم بها. هنا كنبدا نفتح الورقه ديالي ونعمر الجهه الحرشه لداخل والجهه الرطبه برا. هانتوما كتشوفوا انا كنجمعها وانا كنزير يدي، ولكن ما تزيرش بزاف باش ما تطرطقش معاك وما تخليهاش مرخوفه بزاف. هذا هو الحجم ديال السيجار اللي كيعطيني. كتستمر على نفس العمليه حتى كنكمل الكميه كامله.
هنا تبارك الله من بعد ما كملت راه خرجت ليا اكثر من 50 حبه. كنحتفظ فيهم فشي بواطه ديال بلاستيك، وكندير ليهم شي سلوفان ولا شي ميكا ديال بلاستيك، وكنحتفظ فيهم في المجمد. كتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، بالصحه والراحه.